اوعى تسافر وتحوش فلوس. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ناس كتير كلمتني وبعتت لي على الصفحه ان احنا مش بنشتغل ومش عارفين نحوش، ومصاريف يا دوبك المرتب اللي بيجي لنا مصاريف وبيت وعيال ومصاريفنا هنا، والفلوس اللي بنحوشها مش حاسين بيها. طب نعمل ايه؟ بص يا صاحبي، هقول لك كام نصيحه كده هينفعوك، وان شاء الله ربنا يكرمك وتحوش فلوس وتبقى اغنى واحد. اما تحب تحوش ما تحوشش فلوس. طب احوش ايه يا عم الشيف؟ حوش ده، بمعنى ان انا كل شهر مثلا بوفر من مرتبي مثلا 5 10 7، ايا كان المبلغ اللي انت بتوفره في الشهر، ابعته لاهلي تحت في البلد في مصر او في بلدك او ايا كان. انا بخاطب اخواتنا كلنا مصريين وعرب، وبخاطب كل واحد متغرب حابب يعمل ايه قرشين ليه ويحوشه. ليه احوش ذهب؟ الذهب قيمته بتزيد كل يوم زي ما احنا شايفين. يعني انا نزلت بعد سنه حوشت ذهب مثلا ب 100,000 جنيه، اما اجي ابيعه بعد سنه هبيعه ب 150 ب 140 ب 130، احسن من ان انا اسيبهم فلوس 100,000 جنيه مثلا متجمدين. ما هو 100 جنيه 100,000 جنيه بعد سنه انت مش حاسس بقيمتهم، هتلاقي قيمتهم قلت وانت شايف الوضع في البلد. الوضع في البلد كل يوم في غلا، وكل يوم الجنيه قيمته بتقل. لكن انا محوش ذهب بعد ما ابيعه بعد سنه هلاقي الموضوع اختلف معايا وبقى احسن كتير. كل شهر مثلا انا بحوش مثلا بعد مصاريفي ومصاريف عيالي ودنيتي والحاجات اللي هي الالتزامات بتاعتنا بتاع كل شهر، بحوش مثلا ب5 7 10 ايا كان المبلغ اللي انت بتحوشه. ابعت لاهلي في بلدي يجيبوا لي دهب جرام 2، انت على حسب ما انت بتبعت. حوش دهب، هتنزل بعد سنه هتلاقي الدهب قيمته عليت. زي ما قلت ال 100,000 جنيه اللي انت جبت بيهم دهب مثلا هتلاقي قيمتهم 140 150، يبقى انت كسبت ما خسرتش. ودي نصيحه مني ليك، وشويه نصايح كده هتكلم برضو معاكم فيها. انا خرجت من الشغل بدري ومنتظر حد صاحبي كده، فقلت طب اعمل ايه؟ قلت اما ادردش مع اخواتي واصحابي يعني، ربنا يخليكم ليا. فانت في غربتك يا صاحبي انت طالع تتغرب، طالع تعمل جنيهين، طالع تحوش، طالع تكون مستقبلك. فما تعيش برضو الحياه هناك ان انت مثلا بيجي لك جنيهين زياده عن لما كنت في مصر، وبيجي لك قرش كويس اقضيها فخفخينه وفسح وضيع والكلام ده. لا بلاش منه الكلام ده. لا انا طالع متغرب اعمل جنيهين الم دنيتي. مش هقول لك ان انت عيش نشف الدنيا على نفسك وهات بلاص المشي معاك وعيش وعربة حجر على بطنك لا برضو، بس اللي هو ايه، ما تخربش الدنيا في المصاريف عشان تحس بغربتك برضو. زي ما قلت مثلا، يعني انت مثلا مصاريفك هناك هنقول في الشهر مثلا سكنك واكلك وشربك وسجايرك ونتك والدنيا دي، هنقول مثلا يا عم سكه 500 درهم ولا ريال ولا ايا كان البلد اللي انت فيها. لا انا هخليهم 400 ومشي الدنيا بال 400 واضغط على نفسي. تمام كده؟ الباقي حوشه. ما انت معلش ما ينفعش مثلا متغرب لك 5 سنين ولا 10 سنين وفي الاخر تنزل على الابيض ما عملتش حاجه، وفي الاخر برضو تنزل تشتغل عند الناس، فمش حلوه برضو. فما يبقاش غربتك على الفاضي ودنيتك على الفاضي، واسمك رايح جاي من دبي ولا من السعوديه، والامير بن نواف راح والامير بن نواف جه، وهتبقى غربه على الفاضي. فلم دنيتك في غربتك يا صاحبي باسرع ما يمكن. ما تخليش الغربه تاكل في عمرك. الغربه وحشه، الغربه وحشه. انزل خلي عيالك، لو انت متجوز وعندك عيال خلي عيالك يكبر قدام عينيك، خلي عيالك يكبر قدام عينيك وتسيستم على دماغك. دلوقتي الجيل اللي طالع جيل يعني الا من رحم ربي، جيل ما يعلم بالله ربنا، والوضع غير الوضع. النت خرب الدنيا، والعيال الصغيره كلها معاها تليفونات، والوضع ما بقاش احسن حاجه بالنسبه لتربيه العيال هنا في البلد. فخلي عيالك يكبر قدام عينيك. دي نصيحه مني لاخواتي اللي متجوزين وعندهم عيال، خلي عيالك يكبر قدام عينيك ويسيستم على دماغك وتربى على دماغك. الام مهما كان ربنا يعين كل ام جوزها متغرب، ربنا يعينها على اللي هي فيه. الام مهما كان مش هتقرا عيلها، مش هتفهم العيل كان ماشي صح ولا كان ماشي غلط ولا مظبوط ولا مش مظبوط. غير الاب معلش، الاب في الشارع ومتمرمط وشايف الدنيا وشايف الحياه شكلها ايه، مش هيفهم عيله. غير ان وجود الاب ضروري في البيت طبعا عشان الاولاد بتعمل له حساب وكلام زي كده. فاحنا نلم دنيتنا في غربتنا يعني ايه في اضيق باقل وقت ممكن. بدل ما انا حاطط تارجت لنفسي مثلا هقعد 10 سنين في الغربه، لا اقعد 5 الم الدنيا معايا. بدل ما بنزل مثلا اجازه شهر ولا 2 اصرف لي 40 50 الف جنيه واضيعهم، لا الم الدنيا. مش لازم اصرف، مش يعني لازم تفخفخ على عيالك وتوديهم مصيف وبرضه تروق عليهم ان انت قاعد شهر معاهم،
بس برضو الم دنيتي، اظبط حالي، احاول يعني بدل ما اصرف ال20 لا اصرف 15، اصرف 10، اللي هو الم دنيتي، مش عايز الدنيا تبهوأ مني، بحيث ان انا غربتي ما تطولش. انا مش عايز برضو ان الغربه تاكل في عمري، وهوب انزل بقى وانا خلاص محني وشعري مبيض والدنيا معايا مش لذيذ. لا، انزل بدري، بدل 10 سنين انزل بعد 5 بعد 6، واعمل سبوبه لنفسي واخش في مشاريع، واخش اعمل اي حاجه ما تخلينيش اشتغل عند اي حد. لازم تسيستم دماغك كده يا صاحبي، يبقى عندك هدف ان انت تعمل ايه. فدي نصيحه مني لاخواتي اللي يعني ايه اللي متغربين. لو انت شاب صغير برضو لم دنيتك في اضيق الحدود، اتغرب، اقعد شويه. لو انت مثلا عندك سكه 25 27 سنه، اقعد لك شويه. لو مثلا سكه 10 سنين، تروح هناك تخبط لك مثلا سكه 5 سنين ولا 4 سنين، تنزل تتجوز، تشتري شقتك، شقه تمليك، تفرش شقتك عفش حلو والكلام ده كله، بس برضه في اضيق الحدود. ان انا ما اروحش هناك ضيع واقضيها فسح وخروجات والفلوس بتجيلي كتير والفلوس جاري في ايدي. لا، يبقى انت كده يا صاحبي هتفضل متغرب طول عمرك وعلى الفاضي يا صاحبي. فلو انت شاب صغير، اخبط لك كده 3 4 سنين في الاول، انزل اتجوز، لم حالك، لسه مراتك ما خلفتش او لسه ربنا ما كرمكش بعيال، او سبت مراتك مثلا حامل، روح طير، اقعد لك سنه وارجع، اقعد معاهم، شوف الدنيا، ابنك لسه ما كبرش، اخبط لك سنه وارجع، سنه وارجع، لمده 10 سنين، اعمل لك جنيهين كويسين، وحوش فلوسك ذهب زي ما قلت لك. تنزل تفتح لك حته مشروع، اي مجال، ايا كان مجالك ايه، تظبط دنيتك فيه، لكن ما تشتغلش عند حد. دي نصيحه مني عشان تعمل فلوس وتظبط دنيتك، وتبقى حسيت بغربتك، ما تبقاش غربتك على الفاضي وتبقى قاعد في شقه بالايجار بعد 10 15 سنه غربه والدنيا معاك مش احسن حاجه. فانت حاول في غربتك تلم حالك بدري. يعني ايه تلم حالك؟ يعني تقعد فتره قليله، ما تقعدش فتره كبيره، عشان الغربه مره يا صاحبي والله. اسال اللي جرب الغربه، مرار وبتاكل في العمر، ما تلاقيش نفسك، ما تحسش بعمرك، وبتنزل البلد عندك كانك غريب، وبتقعد في وسط عيالك كانك غريب، وعيلك انت برضه زي هرجع لك تاني حتى عيلك ممكن في الفتره اللي انت قاعد فيها هو ماشي صح ومظبوط، لكن غير كده لو انت مش موجود تلاقي في حاجه مش مظبوطه بيعملها. فالا من رحم رب، برضه انا ما بتكلمش عن الناس كلها، يعني بتكلم في حاجات كده، لان انا شفت بعينيا اب ينزل من الغربه عياله على الصراط المستقيم، الاب يروح يشوف مصلحته ويشوف اكل عيشه، العيال بيخربوا الدنيا. فبرضه يعني حاول تلم دنيتك في غربتك بدري يا صاحبي، وتلم الدنيا، لم الدنيا عشان عيالك يكبر قدام عينيك، وتتمتع بشبابك، ومراتك تتمتع بيك، وانت تتمتع بيها، وتتمتع بدنيتك في البدري. ما تخليش الغربه تاكل في عمرك يا صاحبي. انا عارف ان في ناس كتير ممكن تنتقدني في الكلام ده، احنا مش لاقيين شغل في مصر والدنيا معانا مش احسن حاجه، ما انا عشان كده بتكلم معاك يا صاحبي، بقول لك لم الدنيا بدري، اضغط نفسك الاربع 5 سنين اللي انت هتقعدهم، سنه رايح جاي سنه رايح جاي، اضغط نفسك فيهم ولم حالك بدري يا صاحبي، وحاول تعمل اي سبوبه اكل عيش ليك، يعني عشان ما تفضلش متغرب ورايح جاي والدنيا معاك مش هتبقى احسن حاجه بعد كده اما تكبر في السن. لكن اكبر في وسط عيالك، وعيالك يكبر قدامك، وانت يا شاب يا صغير انجز وتغرب وتمرمط وانت صغير عشان ترتاح وانت كبير. اتمرمط وانت صغير عشان ترتاح وانت كبير. اما تتمرمط وانت صغير انت بصحتك وبعافيتك، وتعرف تجري وتعرف تروح وتعرف تيجي وتعرف تشتغل بدل ال8 ساعات 16 و17 ساعه. احنا عملنا كده واحنا صغيرين، والله العظيم انا كنت بشتغل بال16 وبال20 ساعه عشان اكون نفسي واتجوز وي والحاجات دي كلها. لازم تعمل كده يا صاحبي، لازم تعمل كده، لازم تكون مستقبلك، ولازم تجري وتعافر مع الدنيا. الدنيا مش عايزك كسلان، مش عايزه اللي نايم. الدنيا ما فيش حاجه هتجيلك وانت نايم على المخده، ولا انت قاعد فارد رجليك على الكنبه وعمال ماسك الموبايل تيك توك وانستجرام وفيسبوك وفاضي يا صاحبي. لا، اجري واسعى في مجالك، شوف انت عايز تشتغل ايه، انت مجالك ايه، انت حابب تبقى ايه، فكر بدري واسعى بدري واتكلم بدري، واعمل كل حاجه وانت سنك صغير عشان ترتاح وانت كبير يا صاحبي. خد النصيحه دي من اخ. انا ممكن ما اكونش عملت اللي انا بقول لك عليه ده، بس انا مش عايزك تقع فيه، عايزك تكبر وعايزك تبقى احسن واحد في الدنيا. الكلام ده على فكره انا بقوله لبلال ابني، بقول له ابدا بدري واسعى بدري واشتغل بدري واعمل كل حاجه بدري وتعلم، عشان لما تكبر تبقى واقف عظمك مشدود، مش واقف محني ومش لاقي فلوس. اكبر واسعى، اسعى. ربنا سبحانه وتعالى قال لك وللانسان الا ما سعى، فانت اسعى هتلاقي ربنا بيديك على قد سعيك. اسعى واكبر واشتغل واشقى واتمرمط، واشتغل بال20 وبال16 وبال18 عشان نفسك، عشان دنيتك، عشان مستقبلك،
عشان تلم دنيتك، عشان تطلع من منطقتك الشعبيه وتروح تسكن في منطقه نظيفه. فاهمني يا صاحبي؟ فعايزين الدنيا تمشي معانا ونبقى كويسين، اتعب واشقى واكبر. دي نصيحه مني للشباب والله. ونصيحه برضو هقول في الفيديو ده، نصيحه لكل اب وام. انا زيكم، انا اب برضو. علموا ولادكم البرمجه، وعلموهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وعلموهم الحاجات دي اللي فيها الفلوس بعد كده، وفيها المستقبل، وفيها الشغل، وفيها كل حاجه. العالم بيتطور، التكنولوجيا بقت رهيبه ومرعبه حوالينا. التكنولوجيا بقت مرعبه حوالينا، والموضوع بقى كل حاجه بقت تشتغل بالذكاء الاصطناعي وبالبرمجه. الموضوع دلوقتي يعني بقى اللي مش هيواكب الفكر ومش هيواكب الشغل ده مش هياكل عيش يا صاحبي، مش هياكل عيش في الفتره الجايه دي والله. لو ما اشتغلتش في التكنولوجيا، لو ما خليتش عيلك ولا بنتك ولا ابنك يشتغل في التكنولوجيا ولا في البرمجه وفي الكلام ده كله، في الفتره لما يكبر يبقى في سننا، في سن الشباب مثلا العشرينات، مش هياكل عيش. في مهن كتير هتقف، في مهن كتير هتتلغي. لازم نطور عيلنا، لازم نكبره ان احنا نسانده. احنا بنسانده بتعليم، باكل، بشرب، بس لازم ان احنا نفوق عيلك. اقعد مع ابنك، اقعد مع بنتك، كلمه، قول له امسك التليفون، انا ما عنديش مشكله، بس اتعلم منه، وهات له مواقع وهات له برامج. الكلام ده كله على فكره على النت ببلاش. احنا الموضوع مش مستاهل فلوس وكورسات ونجري ونتحط ونجوع عشان نديهم الكورسات دي. لا، الموضوع على النت اسهل مما يمكن. خش على جوجل، خش على اليوتيوب، هتلاقي 70,000 فيديو بيتكلموا في الموضوع ده. فعلموا ولادكم الكلام ده، بدل ما هم مقضينا جيمز وتيك توك والكلام ده كله. لا، خليه يستفاد من تليفونه، خليه يستفاد من اللي في ايديه، خليه يتعلم برمجه، ويتعلم ذكاء اصطناعي، ويتعلم الشغل ده. والكلام ده بيجيب فلوس حلوه. خش على النت، في مواقع بتخليك تشتغل وانت في البيت، في مواقع بتكتب لها مقالات وبتعمل لها حاجات كده، بتخش بتديك فلوس على المجهود اللي انت بتعمله. اتعلم يا صاحبي، اتعلم وانت صغير. خلي عيلك يتعلم، ما تخليش عيلك، ما تلهيش عيلك في التليفون، ولا انت ما تلهيش عيلك في التليفون عشان انت ترتاحي، ولا انت تشوفي شغلك في البيت، ولا تشوفي مطبخك عايز ايه، وانت عشان تتفرج على الماتش براحتك ولا تقعد على التليفون براحتك تقوم رامي تليفون لعيلك، وعيلك يبوظ. اديله التليفون بس يستفاد منه. علمه عشان يكبر، علمه عشان ينفع نفسه اما يكبر. انت مش عايش له على طول، ولا انت عايش له على طول. علمه ان هو يبقى ذكر ويبقى راجل ويسند نفسه بنفسه. في مثل عجبني قوي، اسند نفسك بنفسك كلها حيطان مايله. فاتمنى اكون افدتكم، وربنا يوفقكم ويوفقنا ويصلح حالنا وحالكم. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنساش رزق طرزق.